السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن واحسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كنشكركم بزاف بزاف على التتبع ديالكم، على لي كومونتيرات ديالكم الغزالين، الصراحه تيفرحوني بزاف. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي كنتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد على مسلسلاتكم المغربيه. اليوم اصدقائي وصلنا للحلقه 24 من مسلسلكم الشيق والجميل عشتما. كيف ما شفتوا اصدقائي، انا سالات لينا الحلقه فاش فعلا زوبير قال لشامه باللي خاصنا نتحدوا انا وياك باش نتغداو بدريس قبل ما يتعشى بينا. ففعلا شامه غادي تقول له عندك الحق. فغادي نشوف ان الخطه اللي غادي يديروا باش انهم ينتقموا من دريس، حيت فعلا هما دخلوا بيناتهم وكانوا كيتاجروا معاه، ولكن في الاخير دريس ولا بغى ياخذ الفلوس كاملين ليه بوحدو. المشكل انه كيدير لهم حتى البنات اللي حاملين. فهنايا غادي نشوفوا ان الزبير غادي يتفق مع شام وغادي يقول لها باللي سعيد غادي يجيب لنا البلاصه فين كاين لاش، باش اننا نقدروا اننا نشفروا ليه كاع البنات اللي حاطه تماكين، ونزيدو نبلغوا عليه الشرطه باش يشدوه ونتهناو منه في خطره. وهكذا اصدقائي غادي يتهناو منه حتى الرجال ديال العصابه اللي خدام معاهم. فهنايا غادي نشوفوا ان سعيد باش انه يقدر يعرف البلاصه ديال العش غادي يستغل صوفيا اصدقائي اللي قالت ليه بلي هي باغا تهنى من دريس باي طريقه. فهو غادي يقول لها الا بغيتي انك تهني منه جيبي لي البلاصه فين داير العش، يعني فين كيخبي البنات اللي حاملين. فهنايا فعلا غادي نشوفوا ان صوفيا غادي تخلي دريس حتى غادي يتفاوت على التليفون ديالو يدخل يدوش. فهنايا غادي تهز ليه التليفون وغادي تقلبو مزيان، وهنا غادي تعرف فين كاين العش وفين كاينين البنات اللي حاملين. فهنايا غادي نشوف ان ملي غادي تعرف غتمشي تجري عند سعيد وغادي تقولها ليه. سعيد ملي غادي يعرف غادي يمشي يجري عند الزبير وغادي يقول ليه البلاصه فين كاين العش. الزبير وشامه غادي يتفقوا بجوج بهم، شامه غادي تدير الرجال ديالها والزبير غادي يدير الرجال ديالو. وغادي نشوفوا انهم غادي يهجموا على داك العش وغادي يشفروا ليه كاع العيالات اللي حاملين. فهنايا ملي غادي يشفروهم غادي نشوفوا ان دريس حيت هو قطع الكلمه مع الناس اللي غادي يبيع لهم تيلادات، وكذلك مع الناس اللي غادي يبقى يكري لهم الوليدات الصغار يطلبوا بهم. فملي غادي يجي غادي يطلع عليه الدم وغادي يعرف باللي مرتو هي اللي بيعات به، حيت هي اللي شاف فاش كان كيقلب في التصاور. فهنا غادي يجي ليها نيشان وغادي يشبعها ضرب مزيان حتى غادي تولي كل هاد مايات. وهنايا غادي تعترف ليه بالحقيقه وغتقول ليه باللي سعيد هو اللي قالت ليه على هاد الشي كامل. فهنا غادي يعرف ان الزبير وشامه هما اللي اتفقوا عليه وطيحوه في هاد الفخ هذا. شامه اصدقائي غادي تفرح حيت فعلا غادي ترجع تاني الخدمه ديالو والزبير حتى هو. والمصيبه الكبرى ان الزبير فعلا خدم معاه الاخ ديالو عمر، يعني خدموا معاه باش انه يبيع حتى هو الممنوعات كيف ما كيدير يعني كيف ما كيدير الزبير. غادي نشوفوا اصدقائي ان فعلا عمر غادي يبدا كيجمع في الفلوس وهو فرحان حيت قريب انه يجمع المبلغ اللي غادي يقدر انه يدير به العمليه العواطف. في نفس الوقت غادي نشوفوا اصدقائي ان ماري حنان غتكون خايفه بزاف لان عواطف تفيق وتفرشها. عواطف اصدقائي يعني عمر قرب يجمع ليها الفلوس ديال العمليه وقريب انها غادي دير العمليه. عمر اصدقائي خرج عليه الاخ ديالو الزبير حيت فعلا دريس فاش غادي يعرف انهم هما يعني بيعوا به ما غاديش يدوزها لهم وغادي يقرر انه ينتقم منهم. غادي نشوفوا انه غادي يمشي لهم لعمر حيت هو العامل المشترك بيناتهم، عزيز على الزبير حيت الاخ ديالو، وعزيز على شامه حيت فعلا هي اللي رباتو مني كان صغير. فهنايا غادي نشوفوا ان دريس ما غاديش يزقل عمر وهاد المره غادي يصفيها ليه. وغادي نشوفوا اصدقاء انه فاش غادي يجمع 6 المليون وغادي يقدر انه يعتق يعني غادي يقدر يعتق عواطف، ولكن في الاخير يعني ما غاديش يكونوا بزوج بهم. اما بالنسبه لاصدقائي المحامي عزيز فغادي نشوفوا انه فعلا غادي يقدر انه يخرج مجيد من السجن. غادي نشوفوا انه غادي يخرجوا من السجن وفعلا مجيد ملي غادي يخرج غادي يمشي للدار ديالو وغادي يبقى يشوف الذكريات ديالو مع حنان. ما غاتبغيش تصرط ليه ان حنان فعلا طلقات منه وتزوجات بواحد اخر. فعلا غادي نشوفوا ان مجيد ما غاديش يسكت على هاد الشيء هذا وغادي يبدا يتبع حنان وغادي يبدا يراقبها وغادي يبغي انه يصفيها لحنان في مره باش انه ينتقم على داك الشيء اللي دارت ليه وانها تخلات عليه. وهذا الشيء كامل دارو عزيز حيت فعلا عزيز انسان شرير بزاف كيشعل العوافي وكيرجع اللور. مشيت فعلا غادي يبدا يستعد باش انه يصفيها لحنان. فعلا غادي يهجم على حنان وغادي يضربها وغادي نشوف ان حنان فعلا غادي تضرب عن طريق مجيد. في نفس الوقت غادي نشوفه كذلك كريم اللي فعلا رجع اللي هو الابن ديال فاطمه. كريم اصدقائي ما راجعش لتما كاين حيت هو الابن ديال فاطمه، كيف قلت لكم قبل هو ماشي الابن ديال فاطمه حيت فاطمه فاش
عطات الوصف الحنان على الابن ديالها، قالت ليه كيقرا مزيان وعنده الماستر وانسان طيب بزاف، يعني ما حتى شي حاجه من دوك الخصال ما كاينين في كريم. كريم اصدقائي كيبقى يسول على شامه، هو الهم ديالو في هادشي كامل هو شامه. فاش سول ولاد الدرب وقال لهم واش هي بنت الدرب، قالوا ليه لا، وقالوا له بلي هي جات من الغرب وكانت حامله وجايبه معها بنت اختها صغيره. يعني كانت حامله، هربات من والديها، وهربات حتى من شي حاجه دارتها وجات، يعني هربات لتما. فغادي نشوف ان فعلا هي هربات حيتاش كانت سبب في الموت ديال الاخ ديالو. الاخ ديالو اصدقائي هو اللي مات في ديك الحادثه اللي كانت قالت فاطمه الحنان، فاش قالت ليها ولدي كان عنده واحد الصديق ديالو كيقرا معاه، وفعلا قالت ليها باللي كانوا كيبغيو نفس البنت، وبلي دابزوا على قبلها وواحد فيهم صفاها الاخر. وهنا فاطمه قالت ليها بلي الابن ديالي ما يقدرش انه يصفيها الصديق ديالو. فهنا غادي نفهموا ان فعلا هذاك ماشي الابن ديالها، يعني كريم هو الاخ ديال داك الولد اللي صفوها ليه. وفعلا كريم من ديما هو كيقيد فاطمه، هو اللي قال لها تجيب عند حنان وقال لها باش دير داك المخطط كامل، هادشي كامل باش يوصل للشامه. وملي شاف ان حنان ما غتقدر توصلو لوالو، ما تقدر تجيب ليه حتى شي دليل على ان شامه اللي صفاتها الاخ ديالو، على ان هذاك الولد اللي هو الابن ديال شامه هو الابن ديال الاخ ديالو، يعني هو غادي يكون العم ديالو. فهنا جاب رجليه باش انه هو يثبت البراءه، يثبت باللي هي اللي صفاتها الاخ ديالو. وفاطمه غادي تقدر تثبت البراءه ديال الابن ديالو باش خرجوا من السجن. فعلا اصدقائي هادشي كامل ما كانش حنان جبالي للدنيا خبار، يعني حنان غير بيضخ كيحركوه كيف ما بغاو. وفعلا حنان يعني فاطمه من الاول عارفه الابن ديالها فين كاين، وهي اللي قطعت ديك الورقه باش عمرها تلقى الابن ديالها. غادي نشوفوا ان ديك الورقه غتبقى تدور حتى غادي تطيح في الايد ديال حنان، حيت حنان غادي ترجع ثاني عند فاطمه تبغي تجمع الحوايج ديالها. فغادي نشوفوا انها فعلا غادي تلقى ديك الورقه بين الحوايج ديال فاطمه. تما فين غادي تصدم ملي غادي تشوف ديك الورقه وغادي تشوف ان الابن ديالها والسميه ديال العائله اللي داتو كانت مكتوبه تما. فهنا غادي تواجه فاطمه وغادي تقول لها علاش درتي هادشي كامل، وعلاش خبيتي عليا الورقه، وعلاش ما خليتينيش نلقى الابن ديالي. فهنا فاطمه غتبدا تبكي، وهنا فين غادي يعاودوا لينا القصه ديال فاطمه، وغادي نفهموا علاش ما خلاتش حنان تمشي من الاول. حيت كانت حنان بيضخ كيف قلت لكم كيحركوه كيف ما بغاو، وما بغاوهاش تلقى الابن ديالها باش تمشي. الابن ديال حنان مربيه عائله اخرى، يعني بعيد على شامه وبعيد على داك المحيط، باعوه لواحد العائله هي اللي رباتو. وباش غادي تعرفوا حنان غادي تعرفوا بديك السلسله اللي دايره في الايد ديالها، يعني غادي تكون بحالها عند الابن ديالها. فتما فين غادي تفهم ان الابن ديالها عطاوه العائله اخرى وغادي تلقاه. ولكن فاش غادي تلقاه غادي يطراو مشاكل كبار، كيف قلت لكم ان مجيد غيخرج من السجن وغادي يتجه ديريكت باش انه يصفيها لحنان. المهم اصدقائي بهذا غادي نكون وصلت لنهايه الفيديو. كنشكركم بزاف بزاف على التتبع ديالكم، على الكومنتات ديالكم الغزالين. واللي اول مره كيشوف القناه كنتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد على مسلسلاتكم المغربيه. وتبارك الله عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه.